السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. اتاخرت عليكم في الفيديو انا عارف، لكن سامحوني الواحد كان تعبان جدا. ولكن خلونا ندخل على طول بقى في التحدي ال 14، والحمد لله يعني قطعنا شوط كبير وخلاص هانت. فاضل النهارده بداية شهر ديسمبر، واحنا معادنا مع نهاية التحديات في نهاية شهر ديسمبر ان شاء الله. احنا كنا بدأنا من شهر 9 لشهر 12، قلنا 4 شهور هنحاول فيهم تغيير حياتك بشكل احسن. شاركنا ده عن طريق تحديات مستمرة معانا لحد النهارده. احنا النهارده كده في التحدي ال 14، وعليه قررنا ان احنا نحدد التحدي بتاعنا ال 14 هيكون عن مشاركة البرودكاست، مشاركة قناة الوظائف، مشاركة الحاجات اللي ليها علاقة بان احنا نحسن حياتنا بشكل احسن. البرودكاست شغالين فيه بقالنا حوالي سنة، يوم الاربع الجاي هيبقى تمام اول سنة للبرودكاست. شاركنا فيها حاجات كتيرة جدا. هنحاول ان احنا نعمل لايف ايفنت هنتكلم فيه عن البرودكاست، هنشارك بعض الحاجات اللي لها علاقة بتطوير الذات، اللي لها علاقة بالفريلانسنج، اللي لها علاقة بالثقافة المالية، اللي هنحاول ان احنا نتكلم عليها في اللايف ايفنت ده. هيبقى يوم الاربع الجاي ان شاء الله. اول ما هحدد المكان والزمان والحاجات دي كلها هبلغكم، وان شاء الله يكون يوم كويس وهيعجبكم، وهيكون في القاهرة مبدئيا. فلو انت من محافظة تانية او كده متنساش تسيب لنا في التعليقات، اقترح علينا ان احنا نبقى زوار عندكم ان شاء الله. لحد دلوقتي ان شاء الله احتمال ان انا هكون موجود في اكتوبر، ان شاء الله احتمال ان انا هكون موجود في اسيوط، فعرفونا انتم منين، وبحيث ان احنا نشوف العدد اكبر من المحافظة عندكم، ونحاول ان احنا ننزل نعمل ايفنت نتكلم فيه عن الحاجات اللي ليها علاقه بتطوير حياتنا عامه. وده هينقلنا لنقطه تانية، ايه هو البرودكاست يا عبد الرحمن؟ البرودكاست هو عباره عن قائمه بتتعمل على الواتساب. انا بداتها بالشكل ده عشان هم كانوا 3 اصحابي، وكنت حابب ان انا اشارك معاهم حاجات ليها علاقه بشغل اونلاين وحاجات زي كده. فبعد كده قلت ليه ما اعلنش عن الموضوع، وان انا اتكلم مع الناس على البرودكاست، وان احنا نشجع ان احنا نساعد في تغيير حياه اكبر عدد من الناس. الحمد لله البرودكاست دلوقتي مع الدخول اول سنه وصلنا لحوالي 600 او اكتر يعني. ربنا ييسر الحال والعدد يكبر اكتر واكتر ان شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. وهيكون التحدي زي ما قلت في اول الفيديو ان احنا هنشارك البرودكاست مع اصحابنا، هنشارك قناه الوظائف اللي على التليجرام مع اصحابنا. احنا بنشارك في قناه الوظائف من 20 ل 50 وظيفه يوميا في مختلف التخصصات، مختلف المؤهلات، بحيث ان احنا نحاول بقدر الامكان نغطي اكبر شرايح من الناس اللي بتدور على شغل. فحاول بقدر الامكان ان انت تنشر قناه الوظائف. هيكون التحدي اسبوعي زي ما احنا متعودين، فانت هتشارك الموضوع ده كل يوم، بحيث ان انت تساعد في ان الرساله او الحاجه اللي احنا بنشاركها دي توصل لاكبر عدد من الناس. لو انت شايف ان الحاجه اللي احنا بنقدمها مفيده، بحاول بقدر الامكان انا اقدم حاجات شبه مجانيه. نادرا لما بشارك مثلا كورس او ايفنت او حاجه بفلوس، بحيث بقدر الامكان ان احنا نقدر ننفع اكبر عدد من الناس. فاللي انت هتساعدنا فيه ان احنا ننشر البرودكاست، سواء القناه بتاعته اللي موجوده على التليجرام، اللي هو مش شرط الشخص يبعت لي على الواتساب، او هتنشر البرودكاست اللي هو الشخص هيبعت لي على الواتساب، او هتنشر قناه الوظائف. هم دول الثلاث حاجات اللي احنا هنشاركهم في التحدي ال 14، بحيث ان احنا نحتفل مع بعض الاسبوع الجاي ان شاء الله، اللي هو هيبقى يوم الاربع في اللايف ايفنت اللي احنا هنعمله. هيكون حاجه كويسه، العدد الاسره بتاعتنا تكبر، الناس اللي مشاركين معانا هيكتروا ويكبروا، بحيث بقدر الامكان ان احنا نقدر ننفع ونفيد اكبر عدد من الناس، عملا بالحديث الشريف زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس انفعهم للناس. وزي الحديث الشريف الاخر: الدال على الخير كفاعله. فاحنا بنحاول بقدر الامكان نساعد الناس ان هم حياتهم تتغير بشكل كويس. خلال السنه الاولى من البرودكاست في حاجات اتغيرت في حياه ناس كتير، فيعني شيء عظيم جدا، وبتبسط جدا 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 بتفاعلكم مع البرودكاست. بتبسط جدا من الناس اللي بتشارك البرودكاست من غير ما اقول. انا دلوقتي بطلب منكم تشاركوا البرودكاست، ولكن سبحان الله في ناس فعلا بدات تشارك البرودكاست من غير ما اقول. فيعني جزاكم الله كل خير. احنا بنحاول ان احنا ننفع، بنحاول ان احنا نساعد. ولو انت محتوى القناه كمان برضو عاجبك، او يعني شايف ان احنا بنقدم حاجه مفيده على قناه اليوتيوب، ايه المانع ان احنا نشارك قناه اليوتيوب؟ ولكن ده مش هيكون من ضمن التحدي، ده هيكون كرم منك يعني لو انت حبيت تشارك قناه اليوتيوب. وهتلاقوا لينكات كل الحاجات اللي انا قلت عليها في الديسكريبشن. ولو الفيديو عجبك ولو القناه عجبتك، ما تنساش تسيب لنا رايك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه. ولو عندك اقتراحات لتحديات جايه، لان فاضل 3 تحديات معانا، وبرودكاست التحديات هيقف، فما تنساش تسيبهم لنا في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات وتحديات وفلوجات جايه ان شاء الله. واتمنى الفيديو ده يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله.